خلاص احمد سيد زيزو اكيد بنسبه 90% او 99% مش هيمضي لنادي الزمالك، عشان لسه في مشاكل كتيره جدا جدا، وخلاص القيد قرب يقفل ومش هيلحقوا يجهزوا له اللي هو عايزه. طبعا الاهلي هيعلن كمان عن صفقتين تاني المفروض ان هو خلاص بيخلص فيهم. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. حلقه جديده من تايم الاهلي على اليوتيوب، ان شاء الله تكون حلقه مميزه. والنهارده معانا اخبار تخص النادي الاهلي جدا، يعني اخبار مهمه جدا واخبار هتعجبكم، بس هنخليها لاخر الفيديو، علشان في اول الفيديو كده احب بس يعني اقول لكم ان انا جالي هديه كده من شركه اليوتيوب. فطبعا احب اشكر الناس كلها، وقبل ما اشكر بقى الناس وقبل ما اقول اي حاجه عن الدرع ونفتحه مع بعض، طبعا انا بقالي كتير قوي ما بطلعش معاكم علشان كنت في عمليه جراحيه، والحمد لله قمت منها بالسلامه. والناس كلها اللي وقفت جنبي طبعا احب اشكرها، واحب اشكر كل الناس اللي سالت عليا. طبعا الواحد كان الفتره اللي فاتت كان تعبان، فما كانش قادر يطلع معاكم والله خالص. النهارده اول حلقه ليا بعد العمليه، فان شاء الله يعني الفتره اللي جايه هنكون موجودين معاكم باستمرار. النادي الاهلي طبعا بعد الاعلان الرسمي خلاص لصفقتين الاهلي حسمهم الفتره اللي فاتت او امبارح بالاخص، يعني مصطفى العش واللاعب الثاني اللي احنا لسه هنحفظ اسمه الفتره اللي جايه ان شاء الله، عشان هو اسم يعني غريب كده، ان هي حاجه كده. فان شاء الله هنفتح معاكم الجائزه ديت اللي جات لي من شركه اليوتيوب. بس قبل ما افتح الجائزه كنت حابب ان انا اشكر يعني ناس كتيره قوي. طبعا زوجتي ووالدتي ووالدي واخواتي وقفوا جنبي طبعا وتعبوا معايا. وطبعا اصحابي برضو كتير وقفوا معايا كتير جدا، يعني عندي صاحب محمد كامل ابو كيمو، ربنا يوفقه طبعا في اللي جاي، وقف جنبي كتير هو وكريم اخوه كريم كامل، وكمان حلمي يعني صاحبي ده برضو وقف جنبي كتير جدا 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 حلمي. فاحب برضو اشكره من هنا من خلالكم. وطبعا اصحابي كلهم بقى اللي في الشغل، فمش هينفع اسمي بقى عشان ايه كتير قوي وقفوا جنبي في الجائزه ديت واستمراري في الفيديوهات يعني وكده. فطبعا يعني احب اشكرهم جدا 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 عشان بس ما انساش حد ومحدش يزعل. فكل الناس احب اشكرهم، وطبعا اشكركم انتم جدا 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 على اللي انتوا وصلتوا لي للحاجه ديت، للهديه اللي انت هتشوفوها دلوقتي دي. مش عاوز احرقها عشان في ناس عارفاها وفي ناس مش عارفاها. فطبعا احب اشكركم جدا، احب اشكر كل المشتركين اللي عندي، والناس اللي بتخش جديده عندي، والناس اللي بتعمل لايكات. كل الناس دي احب اشكرها جدا 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 على وقفتها جنبي. فطبعا هنفتح بقى الجائزه ديت ونشوف ايه جواها. طبعا هي كانت متلزقه اكتر من كده، فطبعا عشان وقت الفيديو وكده فشلت اللزق منها وقلت ايه افتحها مع اخواتي وحبايبي. يلا بينا. يلا بس اقدر كده ايه عشان المكان ضيق عندي. تبقى اول حاجه دي فبر عادي، تمام، وديت يعني تهنئه من شركه اليوتيوب، فمش عارف بقى الكاميرا مش هتجيبها عشان الاضاءه، تمام. وديت ده لو انتم شايفين في درع هنا اهو، تمام، لو انتم شايفين كده اهو الدرع الذهبي ده، فحاجه تحفيزيا كده من اليوتيوب ان هو ايه بيقول لي طبعا بعد الدرع الفضه ده، فايه بيحفزني للدرع الذهبي وكده. وديت شهاده تقدير من اليوتيوب، مش عارف بقى ايه هتبان عندكم ولا ايه، انا الاضاءه بس، فكنت عايز اوريها لكم. هي مكتوبه بالعربي عامه، ثواني. على قد ما عرفت يعني كده اهو، تمام. ونخش بقى على التقيل. الدرع الفضي طبعا الدرع ده بنستلمه بعد ما بنتم ال 100,000 مشترك، فاليوتيوب بيدولنا تحفيزا كده وهديه منه لينا يعني وكده لصاحب المحتوى وكده، عشان خاطر يحفزه الفتره اللي جايه. فده الهديه اللي انا فتحتها معاكم اهيت، طبعا هتتعلق هنا، هنحطها هنا الفتره اللي جايه هتشوفوها كتير معانا. وان شاء الله كل اللي نفسه في اي حاجه يعملها ان شاء الله بدعي للناس كلها والله، زي ما الناس كلها واقفه معايا وفي ظهري.
فان شاء الله الفتره اللي جايه طبعا انا عريت عشان انا اقسم بالله يعني يعني انا تعبان لسه لحد دلوقتي برضو من العمليه، فاعذروني بقى. فطبعا ديت حاجه مفرحاني جدا جدا جدا، ولو اتكلمت من هنا لسنين جايه مش هديكوا حقكم. طبعا كنت نفسي اعمل حاجه اكبر من كده، بس عشان تعبي والله والعمليه اللي انا كنت فيها، فاعذروني. ان شاء الله نعمل فيديوهات جايه كتير بيها، واحتفالات كتير بيها ان شاء الله الفتره اللي جايه. فحابب اشكركم جدا 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 على وقفتكم جنبي، والناس كلها اللي واقفه جنبي معايا، اللي ما سابتنيش ولا لحظه، الناس اللي هي على طول في ظهري. المشتركين طبعا الدرع ده بتاعكم انتم مش بتاعي انا، والله انتوا اللي موصلين لي لكده، فده هديه اليوتيوب ليكم انتم مش ليا انا خالص. يعني الناس كلها يعني وقفت جنبي كتير. فطبعا هو حجمه قل، فناس كتير كانت بتقول ان هو كان اكبر من كده، بس هم طبعا لما بعتوا لي قالوا لي ان هو حجمه قل والوزن بتاعه كمان خف، فقالوا لي مفيش اي مشكله. فده المنظر الجديد يعني تقريبا، فهو ده الشكل حتى اللي هيوصل ل100,000 على اليوتيوب، هياخد الشكل الدرع ده تمام كده اهو. ان شاء الله نبقى نحطه هنا بقى كده لو هيجي الفتره اللي جايه، نسيبه كده هنظبط له الدنيا يعني وكده. فان شاء الله تكون بدايه خير. وطبعا ان شاء الله كل اللي نفسه في حاجه يحققها الفتره اللي جايه، وكل اللي وقف جنبي احب اشكره جدا جدا تاني وتالت ورابع وعاشر. فطبعا انا مش عاوز اي حاجه في الكومنتات بقى غير ان الحمد لله على السلامه طبعا بعد العمليه، والف مبروك طبعا للدرع الفضي. بعد ما وصلنا 100,000 مشترك، 100,000 اخ، وكلنا اخوات في بعضينا. فان شاء الله الفتره اللي جايه تكون مليئه يعني بالفرح للناس كلها، مش شرط ليا انا بس، للناس كلها والله، لكل الناس اللي عايزه تفرح واللي عايزه تحقق اي حاجه ان شاء الله الفتره اللي جايه تحققها. وطول ما انت مستمر في الحاجه اللي انت حاببها واللي انت عايزها ان شاء الله ربنا يكافئك فيها، وتكون من نصيبك وتكون تحققها زي ما انت حابب يعني. نحطه هنا بقى تمام، ونتكلم بقى على الخبر اللي معانا. يعني هو خبر يخص احمد سيد زيزو. احمد سيد زيزو خلاص يعني بينهيها مع الزمالك، هو يعني شبه ان هو خلاص اخر ايامه مع الزمالك. هو المفروض احمد سيد زيزو يوم الاربع اللي جاي ده ليه اللي هو يمضي مع اي نادي هو عايزه خلاص. يعني احمد سيد زيزو يوم الاربع اللي جاي ده، احنا النهارده طبعا الحد، فطبعا الحد والاثنين والثلاث والاربع اللي هو بتاع الاسبوع ده احمد سيد زيزو يمضي لاي نادي، الاهلي، اي نادي تاني بقى هو عايزه هيمضي فيه. احمد سيد زيزو لغى كلمه نادي الزمالك من على الانستجرام بتاعته، من على صفحته الشخصيه. وطبعا هو اصلا اوريدي ان هو حاطط اصلا صورته اللي هو بتاعت منتخب مصر الشخصيه على الاكونت بتاعه. فاحمد سيد زيزو رسميا خلاص هينتقل لاي فريق تاني. احنا ما بنقولش الاهلي لحد دلوقتي، الاهلي من تحت لتحت، لكن احمد سيد زيزو لحد دلوقتي يعني مش يعني نادي الزمالك مش قادر يعمل له اللي هو عايزه. فخلاص لحد دلوقتي احمد سيد زيزو خارج نادي الزمالك. هيروح فين بقى احمد سيد زيزو يا عالم؟ يمضي لنادي الاهلي، ممكن من الوارد يحصل، مش حاجه مش مستحيله يعني. الاهلي اعلن عن صفقتين ولسه في صفقتين تانيين هنتكلم فيهم ان شاء الله في حلقه بالليل بقى، نجهز لها كده ونطلع معاكم. وطبعا تكون يعني انا من امنيتي انا ان شاء الله تكون احمد سيد زيزو يكون الصفقه الثالثه للنادي الاهلي. انا كنت عايزها الاولى كمان، بس ان شاء الله تكون الصفقه الاولى لنادي الاهلي تكون احمد سيد زيزو، بعد ما هو لغى كمان زي ما احنا قلنا اسم نادي الزمالك من على الاكونت بتاعه، وكمان وليه الحقيه ان هو يمضي يوم الاربع اللي جاي لاي نادي تاني. ان شاء الله احمد سيد زيزو يكون موجود في نادي الاهلي. ده الخبر الاكيد اللي معانا، اللي هو خلاص احمد سيد زيزو اكيد بنسبه 90% او 99%
مش هيمضي لنادي الزمالك عشان لسه في مشاكل كتيره جدا جدا، وخلاص القيد قرب يقفل ومش هيلحقوا يجهزوا له اللي هو عايزه. طبعا الاهلي هيعلن كمان عن صفقتين تاني المفروض ان هو خلاص بيخلص فيهم. طبعا لاعب بتروجيت اللي هم خلاص بيتكلموا فيه دوت، المفروض ان هو هيعلنوا عنه. وكمان لاعب طبعا زي ما احنا قلنا قبل كده ايفرتون لسه لحد دلوقتي الاهلي بيحط فيه الرتوش الاخيره، والياس طبعا الياس اللي احنا اتكلمنا عليه الفيديوهات اللي فاتت برضه. فده يعني ممكن الاهلي يعلن عن صفقتين او 3 كمان في خلال الايام اللي جايه دي، من هنا لحد اخر الاسبوع الاهلي ممكن يعلن عن اي صفقه داخل نادي الاهلي يعني. وطبعا كل الناس تكتب توقعاتها مين الصفقه الثالثه اللي هتيجي لنادي الاهلي ان شاء الله الفتره اللي جايه. طبعا احب اشكر تاني بسبب الدرع دوت، احب اشكر الناس كلها، واحب طبعا اقول للناس كلها ان شاء الله تعمل اللي هي عايزاه وتحقق اللي هي عايزاه. وفي النهايه احب اشكركم جدا جدا جدا. ما تنساش بقى تعمل اشتراك وتعمل لايك وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك جميع كل اخبار النادي الاهلي ان شاء الله الفتره اللي جايه. وفي النهايه شكرا لدعمكم، واشوفكم النهارده حلقه الساعه 9 ان شاء الله. السلام عليكم.